يتمتع المغرب بنمو اقتصادي مستقر نسبياً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.5% بين عامي 2010 و 2020. ويعزى هذا النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المغربية، مثل تحرير الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. النمو في قطاع السياحة، حيث يعد المغرب أحد الوجهات السياحية الرئيسية في إفريقيا. النمو في قطاع الصناعة، حيث يتمتع المغرب بالعديد من الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والحديد. النمو في قطاع الخدمات، حيث يتمتع المغرب بسوق مصرفي قوي ونظام تعليمي جيد. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.9% في عام 2023 و5% في عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والنمو في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة والخدمات. يواجه الاقتصاد المغربي عدداً من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، حيث يبلغ معدل البطالة في المغرب حوالي 15%. الفقر، حيث يعيش حوالي 20% من السكان المغربيين تحت خط الفقر. عدم المساواة، حيث يتمتع الأغنياء في المغرب بمستوى معيشة أعلى بكثير من الفقراء. تسعى الحكومة المغربية إلى معالجة هذه التحديات من خلال عدد من البرامج، مثل برنامج الجيل الأخضر، الذي يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وخلق فرص عمل في القطاع الزراعي، وبرنامج المدن الذكية، الذي يهدف إلى تطوير المدن المغربية وجعلها أكثر استدامة. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد المغربي في النمو في السنوات القادمة، وأن يحقق معدلات نمو أعلى من متوسط النمو العالمي. ويرجع هذا إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والنمو في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي.